السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده تحذير لكل مستخدمين بلوجر، لان في مشكلة حقيقية حصلت الايام اللي فاتت، واللي خلاني ما اتكلمش عنها الفترة اللي فاتت الا لما اتأكدت بنفسي. ما رضيتش اقول حاجة الا لما جربتها واتأكدت ان بالفعل كان في مشكلة وبدأت تتحل بعد ما انا عملت الاجراء ده. والاجراء يا شباب ان انا وقفت كلاود فلير على المدونة بتاعتي. المدونة بتاعتي الفترة اللي فاتت انهارت من السرعة وعدد الزيارات والارباح. الثلاث حاجات دول قلوا بنسبة كبيرة جدا جدا جدا، وده كان بسبب كلاود فلير، لان حصل مشاكل في بعض الايبيهات اللي تم حظرها من خلال الدولة، فاثرت على السيرفرات الخاصة بكلاود فلير اللي بتربط بعض المواقع المصرية مع كلاود فلير، وده اللي كان السبب في حصول المشكلة. فانا بنصحك دلوقتي وهوريك بشكل عملي وتطبيق عندي في الموقع الفرق اللي حصل بعد ما انا شلت وحذفت كلاود فلير من الموقع عندي، وبعدها هقول لك ازاي انت كمان تحذف كلاود فلير وتشوف الفرق بنفسك. طبعا انا هنا بتكلم على مستخدمين بلوجر، ممكن كمان الموضوع يكون اثر على مستخدمين الورد بريس، ولكن انا جربت عشان انا بلوجر. فلو انت كمان وورد بريس جرب وشوف الفرق، هل بالفعل كلاود فلير عامل معاك مشكله ولا لا. لان كمان المواقع ما كانتش بتفتح، يعني كان الموقع بتاعي ما كانش بيفتح من عندي، كان لازم افتح VPN، واثر كتير على عدد الزيارات، ان في ناس كانت بتخش على الروابط والروابط ما كانتش بتفتح مع ان الموقع كان شغال. بص يا شباب، ده اللي كان حاصل في الموقع بتاعي، ان السرعه دي كانت 80، والله كان على التليفون كان حاجه و80 كمان و82، وعلى الديسك توب كانت حاجه و90. ده زمان بكلاود فلير وبكل حاجه. لكن بعد المشكله اللي حصلت في كلاود فلير لقيت الموقع بدا ينزل واحده 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 لحد ما نزل تحت ال40 سواء على الموبايل او على الديسك توب. بعد ما حذفت كلاود فلير من مدة قصيرة، زي ما حضراتكم شايفين الإحصائيات بدأت تطلع، والموقع بدأ يرجع مرة تانية للإحصائيات الطبيعية، 65 على الموبايل و65 على الديسك توب. ده حاليا، يعني ده حاليا أنا بصور. الفترة اللي جاية إن شاء الله هيرجع للوضع الطبيعي، وده بعد ما أنا حذفت كلاود فلير. ادي الاحصائيات يا شباب، زي ما حضراتكم شايفين هنا السرعه كانت بطيئه جدا وكلاود فلير شغال. بعد ما شلت كلاود فلير بدات تنزل واحده واحده سواء على الموبايل او على الديسك توب زي ما حضراتكم شايفين. وهنا كمان في CLS، الناس اللي بتشتكي من CLS ده عندنا كان بسبب كلاود فلير، زي ما حضراتكم شايفين اثناء تشغيل كلاود فلير وبعد حذف كلاود فلير. كمان على الموبايل زي ما انتم شايفين واضح ان السرعه كانت بطيئه هنا، واول ما حذفت كلاود فلير بدات السرعه تقل لحد ما السرعه اتحسنت، والفتره الجايه ان شاء الله هتتحسن اكتر من كده، خصوصا بعد ما ركبت اخر تحديث لقالب سيو بلس. طب ازاي احذف الربط ما بين كلاود فلير والمدونه؟ هتروح كده لكلاود فلير، دي الصفحه الرئيسيه لكلاود فلير، هتلاقي عندك ادفانسد اكشن، بوز كلاود فلير اون سايت او ريموف سايت فروم كلاود فلير. اولا قبل ما تعمل الاجراء ده الاول تروح للمكان اللي انت مشتري منه الدومين سواء نيمشيب او جودادي، تلاقي عندك في اعدادات الدومين حاجه اسمها كاستم DNS، ده لو انت رابط كلاود فلير، وهتلاقي عندك هنا DNS خاص بكلاود فلير. انت هتدوس هنا وتختار نيمشيب بيزك DNS، او لو انت جودادي نفس الكلام هتختار البيزك DNS الخاص بجودادي عشان ترجع الدومين شغال بالDNS الافتراضي اللي موجود على المنصه اللي انت اشتريت منها الدومين، واصبح مربوط ببلوجر بشكل مباشر. بعد ما تعمل كده اتاكد كمان من ادفانسد DNS ان الDNS بتاعتك موجوده بشكل كامل عشان تتاكد ان الموقع مش هيقف. ما تعملش بوز او ريموف من كلاود فلير الا لما تعمل الحركه دي وتتاكد ان الDNS بتاعتك هنا موجوده بشكل كامل. لقيت في حاجه ناقصه هتخش على الDNS في كلاود فلير وتاخد الDNS وتحطهم في المنصه اللي انت مشتري منها الدومين. بعد ما تعمل ده اعمل ريموف سايت فروم كلاود فلير وقول لي الفرق بعد 3 ايام من حذفك لكلاود فلير. وعايزك تقيس سرعه الموقع قبل ما تحذف كلاود فلير وبعد ما تحذف كلاود فلير. دي كانت كل حاجه في حلقه النهارده، طلعت اقول لحضرتك تجربتي مع حذف كلاود فلير من المدونه. كلاود فلير مميز، بيقدم مميزات كويسه، بيفيد المدونه، ولكن الفتره الاخيره اصبح فيه مشاكل كتير جدا جدا وبيأثر على الموقع بشكل كبير. فالحل ان انت تحذف الموقع بتاعك من كلاود فلير. وانا هنا بتكلم عن المستخدمين في مصر، انا بتكلم عن المستخدمين في مصر، ماليش علاقه باي دوله تانية، ما اعرفش الموضوع في الدول التانية ولا لا، ولكن في مصر كلاود فلير مأثر على المواقع. لو عندك اي سؤال سيبه في التعليقات. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.